قف للمعلم وفه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. شهور والمعلم يطالب براتبه، شهور والمعلم يصرخ خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين: راتبي، كرامتي في راتبي. ولكن للأسف الشديد لم تعره سلطة الولي في صنعاء أي اهتمام نهائيا. هل تعرفون من هو المعلم؟ إنه مربي الأجيال ومنور العقول. للأسف الشديد لم تعره سلطة صنعاء، سلطة الولي، أي اهتمام نهائيا. ولكن أخيرا 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 بعد عناء شديد التفتت سلطة صنعاء إلى المعلم وردت على المعلم وردت عليه واستجابت لمطالبه. طبعا استجابت لمطالبه. صح انهم حطوا شروط، لكن عادي، اهم شيء ان قد سمعت المعلم وسمعت كلمه راتبي قبل النبي واستجابت له. نسمع التنجره محمد علي الحوثي وهو يرد على مطالب المعلم. نسمع المقطع وبعدين ارجع لكم. لذلك نحن لا نقلق عندما يقول راتبي، وحتى وإن قال راتبي قبل مولدي تفضل أجبها جاهز، وبنفتح لك مسار واسرح قاتل، وكم ما جيت انتبه من رواتب تفضل شل الرواتب حقك وبنزد لك فوقها مثلها، بس يلا روينا رجلتك واحنا جاهزين نفتح لك مسار كامل. سمعتوا الرد المزلزل والرد الشافي الذي ردت سلطة صنعاء متمثلة بمحمد علي الحوثي على مطالب المعلمين. محمد علي الحوثي قال الذي يريد راتبه فعليه أن يذهب إلى الجبهة، يذهب إلى الجبهة ليسترد راتبه من صافر، من مارب. وعندما يعني يحرروا مارب ويستلموا النفط والغاز، قال النفط والغاز حقه، لقد رجع إليها النفط والغاز حق مارب، ساعتها يدفع راتب أو يعني بيفكر بعد على حسب. لذلك المعلمين والمعلمات الأجلاء والأفاضل، حتى ذي قدم كبار بالسن، حتى المتقاعدين، حتى الدكاترة الذي بالجامعة، الكل شدوا أنفسكم بيسلحكم محمد علي الحوثي وتوكلوا لا مارب. طيب أنا بحط نقطتين، ما بيسلموش حتى لو، أنا متأكدة أن الحوثي مستحيل يسلم راتب المعلم لسببين. السبب الأول أن الحوثة الذي ماسكين السلطة متخلفين وجاهلين، ما تعلموش في مدارس، تعلموا في وسط ملزمة حسين الحوثي، ولذلك ما يحترموش المعلم ولا يقدروه. السبب الثاني أنه العلم هو عدوهم، المعلم هو عدوهم، لأن المعلم هو الذي يربي الجيل وهو الذي ينور الأفكار. لذلك هو عدو الحوثي. الحوثي يشتي شعب جاهل، يحبب ركبه، يتقدرن، يقول له حاضر يا سيدي سير الجبهة، لا يفكر في أي حاجة ثانية أبدا. أش ما قال لها الحوثي يقول تم أصنام يشتي ريبورتات، هذا دي يشتي الحوثي. لذلك المعلم هو يعتبر عدو الحوثي. بس أنا برجع لنقطة ثالثة. يا محمد علي الحوثي، طالما أنت بتقول يصيروا يحاربوا علشان الراتب حقهم، أنت استعرضت قبل يومين في جيش كرتوني في ال70 ركع العالم للآن راكع، ما قدر رفعوش، عادهم راكعين من إنشاف الأرض. وين الجيش الذي أنت استعرضته؟ وين القوات التي أنت استعرضتها؟ يعني القوات التي أنت استعرضتها كانت ليش استعرضتها؟ يعني ما فيش. إما إنك استعرضت هذاك الجيش وهو حقيقي وأنت مخلينه لك بس حارس لعبد الملك الحوثي ولا كل الأسرة العائلة السلالة، أو إن هذا الجيش كله مثل ما قلت لكم نصه، مش كله نصه، أو الأغلبية حقها الذي ظهروا هم الطلاب وهم الشباب الذين هم عاطلين عن العمل في الشوارع. أنت تعرض في جيش تهز العالم وترجع تقول سيروا حاربوا على الراتب حقكم. أنت مش قلت إنه هذا الجيش هو من أجل من أجل حماية الوطن ومن أجل إعادة حقوق المواطن؟ طيب المعلم هو مواطن، وين حقه؟ بدون جيش بدون ما يحتاج هذا كله من الإيرادات، سلموا سلموا الراتب حق المعلم. لكن عندكم تناقض غريب وتناقض خطير في سياستكم، في كلامكم، في كل حاجة عندكم تناقض فظيع، تناقض جهلة. للأسف الشديد إن مثل هكذا عقليات تحكم بلاد، وتحكم على كم من هو، وتحكم على كم من عاصر نيبة. هكذا عقليات، يعني عقليات مقزمة.
القزم محمد علي الحوثي القزم يظل قزم، والجاهل جاهل والله. لو تكبر بطنك لما توصل لا نقيل يسلح رواتب داخلها، توصل لا نقيل يسلح انك جاهل متخلف مبردق ابو شمه. لا يمكن يتغير عقليتك خالص، بالعلم تتغير العقليات وتصقل اتجاهات، لكن بالتخلف والجهل ذي انت فيه لو تكبر كرشتك لما توصل لا خبال انك هذا المعفن. ومارب الذي بتقول لهم الراتب فيه مارب ركعتك قلنا لك مليون مره، وش بس الا مارب يا محمد علي الحوثي. بطل ولا الهنجمه والكلام الفاضي ذاك الساعه انك خفيف دم، تتمسخر على المعلم على مربي الاجيال، تتمسخر وتتكلم بكل مسخره وتضحك هذاك الساعه انك خفيف دم ولا كيف. توكلوا على الله، يجهزوا جيشنا يفتتح وبندقها على مناطق النفطيه ونحرر بلادنا ونستلم اموالنا من بلادنا، وهذا شيء بسيط جدا يعني، هو ابسط من كلمه راتبي قبل النبي. هكذا بتحكموا. مارب ركعتك مارب، ركعتك الضالع، ركعتك اللحج، ركعتك شبوه، ركعتك الحديده، ومرغين انفك بالتراب. اما عن عدن فحدث ولا حرج، الجثث حق اصحابك عادل لا ذا الحين في البحر لا ذا الحين في عدن، حتى السمك مش راضي ياكلهن، يقولوا بيشموهن شم ما هرب السمك. اما الذي قضوا خارج برا كانوا بزهم ولا بالتركتلات وجالسين تهايطوا 400,000 الذي ودفتوا فيهم، والآن ترفضون أنكم تدفعوا راتب لمعلم، والبدرومات مكتظة بالفلوس الذي بتجمعوها من المواطن، جبايات وإتاوات وكل حاجة. يعني خسارة والله. لكن أنت الآن تناقضت في كلامك، جيش يهز العالم.